هاي جايز، كيفكم؟ اشتقتوا لي؟ وانا كمان اشتقت لكم كثير. قوموا جيبوا سناكاتكم وتعالوا لحتى نبلش بفيديو اليوم. فيديو اليوم رح يكون عن حفلة الجوي أواردز، منتج وطني. أول شي خلوني أحكي لكم أكثر عن حفلة الجوي أواردز. هي حفلة توزيع جوائز بتصير كل سنة بالسعودية، تحديدا بموسم الرياض، ليكرموا الأفضل بمجال الفن والترفيه. يعني بيعزموا حي الله فنان؟ لا، مو حي الله فنان. تنعطى هي الجوائز للفنانين اللي قدموا أعمال مميزة وأبدعوا فيها خلال السنة، وطبعا اللي بيربح بيكون بناء على تصويت الجمهور والنقاد. حلوين؟ حلوين. فاهمين. يلا نبلش. طبعا الحفل كان فيه كتير مفاجآت، وواحدة منهم وأولهم افتتاح الحفل بشيرين. أبدعت. اسمعوا المسرح ولع كذي جايز خلونا نشوف شيرين كيف ولعتها. المسرح عم بيولع. ولا عمري جيت لك، انت اللي جيتني، انت لقيتك يعني. جايز لاحظتوا انه كل الاغاني اللي غنتهم شيرين هلا ترند على تيك توك. انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه، ساكته ومستحلفه له ومش قايله له ساكته ليه. ما قدرت امسك حالي. اثبت يا وسط. يعني انا صراحه انبسطت من قلبي. اي ثينك كثير بين. صح. طبعا شيرين خلصت غنى، مسكت المايك بدها تحكي، ولا بتيجي بتقاطعها المغنيه الامريكيه اسمها جلوريا. قاطعتها انه لو سمحتي اجا دوري احطي. ومثل ما قلت لكم، هذا الحفل بيوزعوا فيه جوائز، وكانت واحدة من الجوائز جائزة زعيم الفن العربي، وكانت لعادل إمام. بس اللي طلع واستلمها رامي ومحمد إمام اللي هن أولاده، وأعلنوا رسميا اعتزال الفنان عادل إمام عن الفن لحتى يتفرغ بأنه يربي أحفاده ويقضي وقت مع عيلته. وكانت لفتة لطيفة من محمد إمام لما ذكر فلسطين وقال إنه أنتم بقلوبنا ومو ناسينكم، فيس حبيت. هلا صراحة في شغلة لفتتني بتسليم الجوائز، إنه كان تسليم الجوائز للجيل الجديد، فينا نقول. بمعنى مثلا جائزة الفنان المفضل كانت بين تامر عاشور، ماجد المهندس، عبد المجيد عبد الله وعايض. اجدد واحد فيهم هو عايض. اوكي، هو اللي ربح فيها. ففي ناس صارت تقول انه كيف عايض ربح فيها، انه في ناس قبله، في ناس اكبر منه، في ناس اقدم منه. نفس الشيء رهفة محمد لما سلموها جائزتها، صاروا الناس يقولوا طب في هدى حسين اللي هي اقدم منها، اللي هي اتقل منها. هلا هو صح، بس طلعوا من نص الكاس المليان انه هن عم بيعطوا فرص للجيل الجديد، وهذا اكبر دليل انه الجيل الجديد قادر يحقق نجاحات، وقادر انه يكمل الشغلات اللي بلش فيها الجيل السابق ويطور منها. نفس الشيء وجود نارين بيوتي كاول يوتيوبر تنعزم على هيك حفله، انه عطى امل وطموح لكتير عالم انه يوما ما ممكن يوصلوا لهيك حفل. شفتوا الموقف اللي صار بين الفنان قيس نجيب الشيخ والمذيع؟ تعالوا نشوفه سوا. ما تقول لي شو بدك تقول. بدي اقول بس لانه وراك استاذ انتوني هوبكنز، فما بدنا نخليه كثير ناطر. اذا بيدخلوا معنا على اللقاء تفضل. اكيد. I'm sorry guys. You want me to hold it? يعني عفوا، مين هاد اللي اجا؟ مين هاد اللي بيقاطعوا مشان حدا تاني؟ سوري، هالحركه كتير عيب. مو لانه نحن بايفنت او بحفله او بكاميرات او لانه فنان، يعني هي الحركه عيب تعملوها مع اي شخص بهالدنيا. لا، هو حبيبي صار يقول له ايه فهمني شو بدك. يعني هو حس انه المذيع انشلش وبطل مركز معه، فصار يقول له ايه قل لي شو بدك. وتنحى يا الله شو انه محترم، يا الله شو انه كتكوت. بس كتير تضايقت والله، ما بيستاهل هيك. شو انه محترم. وواحدة من المفاجآت اللي صارت ظهور الفنانة نجاة الصغيرة بعد غياب 25 سنة. تخيلوا، كانت صدمة للكل والكل فرح فيها. وقفت على المسرح وغنت لهم، طبعا بلاي باك لأنه كانت تعبانة ومبين عليها تعبانة. حتى لو مو تعبانة، هو بث مباشر فبلاي باك، فإنه يس. هلا نترك كل شيء على جنب. شفتوا إطلالة جورجينا؟ صراحة نار. ركزوا إطلالتها. صراحة أنا ما بشوفها حلوة. يعني ما بعرف الناس كيف بيشوفوها او بيقولوا عنها هي ايقونه من الجمال. انا ما بشوفها حلوه، يعني وشها مو حلو. بس سوري، في كتير مثل جمالها.
بيكون في مع مثل جمالها واكتر. ما بعرف انتو شو رايكم جايز. شفتوا الشامي ما شاء الله انه هو يوصل ويكون بهيك حفل خلال بس سنه واحده. كان مرشح لجائزتين، المغني الصاعد والاغنيه المفضله. غنيته قد ايه جابت؟ بدي شيك. شامي يا ليل ويا العين واصله ل 96 مليون، تخيلوا. لاحظتوا ما شاء الله كميه الفنانين السوريين اللي كانوا موجودين بالحفل؟ كنت كثير مبسوطه وكثير فخوره فيهم. يعني من الشامي لاصاله لتيم حسن لسلافه معمار لديما قندلفت لكريس بشار وغيرهم كثير. بس هلا خلوني فرجيكم تكريم الفنانه السوريه منى واصف. صراحة من أكثر الشغلات المؤثرة. تعالوا نشوف مع بعض. Please welcome to the stage the great Mona Wassef. جائزة الإنجاز مدى الحياة. ما بدي أقول إنه راح الكلام مني، لا. على قد ما أنا سعيدة، على قد ما أنا حاسة إنه يا ريت كانت أمي معي. عن جد سبحان الله قديش عمرها وصلت، يعني قد ايه هي عمرها. خلوني أطلع قديش عمرها. ما شاء الله جايز، عمرها 81 سنة. معقول؟ ما شاء الله. ايه والله جايز عمرها 81 سنة وتمنت امها تكون موجودة. سبحان الله قد ما الواحد بيكبر. الام يا جماعة الام. جايز لاحظتوا انه الحفل عبارة عن ملتقى الاكسات، يعني عمرو دياب عم بيغني ودينا الشربيني قاعدة، وانغام بينها وبين احمد عز يسرى، وهنا الزاهد بتقدم واحمد فهمي قاعد، وشيرين بتغني وبتبدع وبتولع، وميريهان قاعدة. وأصالة بتغني وبتتكرم، وطارق العريان قاعد. وعلى فكرة أصالة ما شاء الله عليها للمرة الثالثة على التوالي بتتكرم بحفلة الجوي أووردز، ولما طلعت على المسرح حكت حكيات كتير حلوين عن علاقتها بأنغام بعد ما تصالحوا لأنه كانوا متخانقين. تعالوا نشوفها مع بعض. أنا تصالحت أنا وصديقة عزيزة جدا جدا على قلبي، وذكرياتنا ما في أبدا أتجاوزها، وبتمنى أنه نرجع إن شاء الله نسترجعها. وبدي أتشارك بهالجائزة مع كل شاطرة، مع كل مجتهدة، بس على وجه الخصوص بدي شاركها مع أنغام صديقتي. جايز شفتوا الحركة الجنتل اللي طلعت من سلمان خان؟ بليز شوفوا، بليز شوفوا. إسعاد يونس. شو هاد؟ ما أكيته. شو هالكتكتة يا كتكوت انت؟ شو هالكتكتة يا كتكوت انت؟ بحس الرجال جنتل، يعني كأنه البنوتة هون والرجال جنتل هيك بيكون عم يعملها هيك. بيفتح لي الباب، بيفتح لي السيارة، بيدللها، ميلي وأنا مسندك. لحظة شوي، هذا متزوج؟ والله شيك. زوجة سلمان خان. لم يتزوج حتى الآن. سلمان خان هالجنتلة لمين رايحة لكان؟ أنا ليش استغربت؟ إجباري بده يكون سنجل. مو شايفين كيف هو جنتل مع النسوان؟ يعني تخيلوا أنا زوجي جنتل مع النسوان بذبحه. نانسي عجم كانت كتير كتكوتة ما شاء الله عليها. كيف كانت مبسوطة للكل، كيف كانت عم تسقف للكل، كيف كانت سبورتيف هيك للكل. حتى لما نجوى كرم تكرمت قامت وقفت لها، يعني كتير كتير كيوت، وكتير واضح قد هي عم تدعم اللي حواليها وعم تسقف لهم من صمصومة قلبها. so that's so cute صراحة. شفتوا محمد هنيدي لما انشلش من جمالها وكيف هنق؟ صراحة بتوقع يوميته نام برا البيت. هاي ونانسي. والله كلكم وربنا يخليكم. فالمهم يا نهار اسود. دلوقتي عشان نختصر جايز انتم ملاحظين قد ايه السعوديه ابدعه من احتفالات، مهرجانات، تطور، كل شيء عم تعمله. يعني ما شاء الله السعودية ما عم تتطور سنة عن سنة، السعودية عم تتطور شهر عن شهر. كدولة عربية صراحة أنا كتير فخورة بهذا الشيء وكتير مبسوطة عليه. خلاص عوفت جايز،
تعبت فصفصت لكم الحفله هيك فصفصه، لانه جايز مده الحفل 7 ساعات، سو حكيت لكم اهم المواقف والاحداث اللي اثارت جدل، فانه بتمنى تكونوا انبسطتوا. واذا كانت هي اول مره بتشوفوني فيها، فانا اسمي جودي وهذا محتواي اني احطكم قدامي ونقعد نحكي وناخذ ونعطي واسمع رايكم تسمعوا رايي وهيك. فما تنسوا تشتركوا بقناتي وتعملوا لي فولو على الانستغرام. اوكي، فولو على الانستغرام وبس. يلا باي.